اصبحنا محدش بيحب الخير لحد، لدرجة ان اي زبون بيجي يشتري من عندي موبايل لو راح محل يعمل حاجة تانية، يركب سكرين، يركب جراب، اي حاجة، بيسأله بيقول له ايه رأيك؟ يقول له الموبايل مغير شاشة. والله وقسما بالله الزبون بيكون واخد موبايل كسر زيرو مش مغير حاجة. عايز حاجة تاني؟ في بعض المحلات يقول له بقول لك ايه، ده سعره غالي استعمال او كسر زيرو، سيبه وتعالى اشتري من عندي موبايل جديد. بص، حب الخير لغيرك الخير يجي لك. تمام؟ ده لو عايز ربنا يكرمك. عارف الفرق ايه؟ والله الحمد لله مش بشكر في نفسي، بحب الخير للناس كلها. كل الناس اللي بتعمل معايا كده بفضل الله شغلهم بيجيني. ابسط حاجه ان الزبون بيجي لي بيقول لي ايه رايك في الموبايل يا قائد، وحش ولا كويس؟ انت ممكن تكون قاعد مكانك ما تعلمش الكلام ده، ما تعرفش ان دايرتك كلها بفضل الله في ايد القائد. 90% لو عايز ارجع لك شغلك ارجحه لك. اخر زبون جالي من عندك بيقول لي الموبايل بيسخن. هو حرام السخونيه دي؟ يعني حاجه عاديه، مش بقول لك موبايلك بايظ لا سمح الله، بس الزبون بيقول لي باي طريقه انا اروح ارجعه لو انت قلت له وحش. قلت له لا، دي حاجه عاديه وحاجه ما فيش اي مشكله، والموبايل بتاعك تمام و10 على 10. تمام؟ حب الخير لغيرك الخير يجي لك. اظن الرساله وصلت، والقائد بيقول لكم اهم حاجه صلوا على النبي.